يقول الشاعر: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هذا بيت جميل في استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى. يذكر أن رجلا عربيا قابل امرأة عربية في الصحراء في ظلمة الليل فراودها عن نفسه وقال لها: لا يرانا إلا الكواكب، النجوم والقمر والكواكب. فقالت له: وأين مكوكبها؟ يعني خالقها، هو الذي يملك الضر والنفع وهو الذي سيحاسبنا وهو الذي يرانا. يقول: فارتدع الرجل واستحى فعلا، ذكرته بالله سبحانه وتعالى العظيم جل جلاله. ما أحرانا إخواني أن نستشعر دائما رقابة الله سبحانه وتعالى لنا في السر والعلن، في الليل والنهار، كما جاء في وصية الرسول عليه السلام: اتق الله حيثما كنت، أينما كنت اتق الله، في البر في البحر في الجو. اجعل تقوى الله ورقابة الله أمام عينك. فالسعيد إخواني من راقب الله وخاف الله عز وجل، كما قال عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من يؤثر شهوته والعياذ بالله، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. نسأل الله أن يصلح قلوبنا ويرزقنا وإياكم تقواه وخشيته جل وعلا.